اهلا بيكم حبايبي الغاليين، حبايب طمطومه، مع فيديو جديد من فيديوهات طمطومه، ووصفه جديده هتعجبكم ان شاء الله. على قناتكم، قناه ماما طمطومه. معاكم فاطمه خليل. والوصفه بتاعتنا النهارده دي وصفه بقى، تقولوا مقرمشات، تقولوا منين، تقولوا بسكوت، اي حاجه تقولوها مملح، حلوه قوي مع الشاي، هتعجبكم وتعجب اولادكم. يلا بينا على الطريقه. مقاديرنا النهارده ان شاء الله دول بصلتين اهم. هنقطعهم ونعملهم في الكبه او في الخلاط، هوريلكم دلوقتي. بصلتين، وهنا عندي نص معلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وعندي هنا دول كوبايه وربع، ودي كوبايه، يعني كوبايتين وربع دقيق، وعندي هنا معلقه كمون ومعلقه حبه البركه، وعندي هنا نص كوبايه زيت. طبعا انا نفس الكوبايه اللي معايره بيها دي هي اللي معايره بيها الزيت. هنعمل ايه؟ بس قبل ما نعمل، انزلوا اعملوا لي لايك وكومنت حلو. وفي الاول يا جماعه انا بشكر جدا جدا الناس اللي هي اشتركت في قناتي، والف شكر ليكم. ويا ريت اي حد يشترك جديد يبعت لي اسمه علشان اشكره في الفيديو اللي جاي. يلا بينا بقى هنجيب الخلاط بتاعنا. طبعا هنا حبايبي انا جبت الخلاط بتاعي اهو. قطعت البصلتين بتوعي اهو بالشكل ده. هبتدي احط البصل في الخلاط، وهحط مع البصل نص كوبايه الزيت اللي احنا قلنا عليها، وهبتدي بقى ايه اضرب البصل بالزيت ضرب متقطع كده، ضرب متقطع علشان احافظ على الخلاط بتاعي. هضربه طبعا لغايه اما الخليط اللي عندي البصل والزيت ده ينعم جدا. طبعا انا ضربت فيه لغايه اما ناعم بالشكل ده اهو. بصوا، ناعم جدا. طبعا حبايبي بعد ما عملنا البصل في الخلاط زي ما قلت لكم، هنفضيه بقى بالشكل ده اهو. بصوا شكله عامل ازاي. بعد ما فضيناه بالشكل ده هنحط نص معلقه الملح بتاعتنا، وهنقلبها كده في الخليط. وبعدين هنحط الدقيق، وطبعا الدقيق تبع الميه بتاعته او السوائل بتاعته، ممكن نحتاج شويه ميه تبع الدقيق بتاعك يعني. هنحط البيكنج باودر وهنقلب. وطبعا احلى حاجه تقليب ايه او عجن الايد، طبعا معلش بقى، لان ايه احلى حاجه ملمس العجين كده في ايدي. هنبتدي بقى نلفها. هي هتبقى لو احتاجنا لها شويه ميه صغيرين هنحط لها، ما احتاجناش خلاص. هي هتبقى عجينه بتلزق شويه بس بتتلم يعني. انا هنقلها هنا كده عشان اعرف اعجنها كويس. اهو حبايبي شوفوا، هي بعد ما اتعجنت يعني تعجنيها حوالي 5 دقايق بس اهي. بصوا طريه بس مش بتلزق في الايد. هنحطها بقى في البوله بتاعتنا كده، وهنغطيها وهنسيبها بس تستريح 10 دقايق عشان تتفرد معانا بسهوله. ونرجع تاني. عقبال ما العجينه تستريح يا ريت تنزلوا تعملوا لي لايك، وما تنسوش واللي مش مشترك يشترك. والف الف شكر لكل واحده عسل 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 كده بتشترك في قناتي. هرجع لكم تاني بعد 10 دقايق. بعد ما مر يا حبايبي حوالي 10 دقايق كده، هنطلع بقى العجينه بتاعتنا من البوله، وهنقسمها بقى نصين. النص ده الاولاني هنفرده بالشكل ده، النشابه بتاعتنا او المردانه هنفرد العجينه. احنا عايزينها بسمك يعني مش تخين، سمكها حلو قوي. هنبتدي بس نساوي.
وقطعيها بقى مربعات، قطعيها دواير، قطعيها الشكل اللي انت تحبيه بالشكل ده. واهو هو السمك كده اللي احنا عايزينه. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا، هنرص فيها العجينه بتاعتنا بالشكل ده. طبعا انا بسخن الفرن دلوقتي على درجه حراره 170 او درجه حراره متوسطه بالشكل ده. هتجيبي شوكه وتخرميها بالشكل ده. هندخلها الفرن على درجه حراره 170 لمده تقريبا تلت ساعه. ولو لقيتيها هتستوي، لو لقيتيها عايزه تلت ساعه ربع ساعه، هي عشان هي رقيقه جدا فتتحمر بسرعه، بتشغلي عليها الشوايه دقيقتين 3 تاخد وش وتطلعيها. نص العجينه التاني بقى اهو اللي احنا فردناه. هنجيب بقى الكمون هنرش عليه كده، وحبه البركه. هنمشي بس كده المردانه او النشابه بتاعتنا عشان نلزقه، وبعدين نبتدي نقطعه تاني اهو التقطيعه برضو اللي انت عايزاها. وبرضو هنرصه في الصينيه او الصاج ونخرمه بالشوكه بالشكل ده. هندخله بقى زي ما قلت لكم على درجه حراره 170 لمده تلت ساعه او ربع ساعه، من ربع لتلت. ولو لقينا وشه لسه عايز تحميره هنولع عليه الشوايه دقيقتين، هدخله الفرن. طبعا الفرن انت بتسخنيها، وارجع لكم تاني بعد ما نخلصه. وادي يا حبايبي مقرمشاتنا بعد ما طلعناها من الفرن. بصوا جميله ازاي. تاكلوها بقى مقرمشات جنب الشاي، جنب الشاي بلبن، يعني تنفع لكل حاجه. بصوا يعني جميله جدا، تحفه وبتقرمش، جميله. وبعدين مين يتخيل ان دي 3 مكونات، بصل ودقيق وبس، يعني مفيش حاجه تانية، والزيت. طعمها جميل جدا، حلوه قوي، وهتعجب اولادكم. جربوها، دي عامله زي البسكوت المملح. وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده من وصفات طمطومه. مع السلامه.